متتبعي قناة المهاجر نيوز، عدت لكم فيديو جديد. إخوان، رجعنا فيديو جديد. هذه المرة الإخوان تتعلق بالمرحومة عائشة، اللي من هذا المنبر تنوجه التعازي للعائلة ديالها، وتنتمنى أي واحد تفرج في هذا الفيديو يترحم عليها اليوم جمعة ويبلغ يعني التعازي ديالنا للعائلة ديالها. يعني اللي واحد العائلة اللي معروفة هنا في إيطاليا، راه كاينة في سيشيليا، كاينة في كالابريا، وكاينة كذلك في الشمال في النواحي ديال بريشيا. المهم الاخوان، اليوم غادي نتكلموا على جوج الحوايج. هو انه المارشال ديال كارابينيري ديال ستاسيوني انه دار يعني جاوب على الاسئله ديال الصحافه كامله، ونشر هذيك الشكايه اللي تقدمت بها عائشه، وكانت اخر يعني شي حاجه رسميه في هذا الموضوع قالتها عائشه، وجاب يعني عطات الاجابه لكل شيء. السيده يعني راه كانت باغا يعني تفك راسها، ولكن للاسف ربما ما لقاتش مساعده. الاخوان الله يرحمها مسكينه. المهم، وكذلك كما سمعتوا في اول ديال الفيديو، الزوج ديالها دابا المحامي ديالو عبر المحامي ديالو تيطالب باش يديروا ليه يعني يشوفوا السيد بحال قلتي بسيكاتريك، وتيبغيو ليه واحد يديروا ليه تشخيص يشوفوا السيد مريض. يعني بغا يدوروا دابا ويردوا السيد بحال قلتي مجنون مسطي. من خلال هذا الفيديو غادي نشرح لكم علاش غادي يستند، لانه فعلا كاينه واحد يعني واحد النقطه اللي غادي يقدر يدير عليها، هو غادي يركز عليها. ما عرفتش واش غتستقري ولا لا، ولكن المهم راه تيجري باش يدير انه كان مجنون. يعني غيولي يطلب يعني انه كان مجنون، يعني لا حرج على المجنون كما تيقولوا. لذلك بقاو معنا، غنشرح لكم المكالمه اللي جراها مع المارشال ديال الكرابينيري فاش اتصل بهم قال لهم انا قتلت مرتي، الشهاده ديال الكرابينيري، وكذلك غنعطيكم واحد المعلومه هنايا اللي قلت لكم. يعني راه الا كانت بصح كما تيقول هو السيد راه مريض، يعني غتقدر تكون في صالحه هاد القضيه. المهم الاخوان بقاو معنا. كما تتشوفوا قدامكم الاخوان، هذه هي الشكايه اللي دارت عائشه مسكينه الله يرحمها نهار 5 اكتوبر. اللي مكتوب هنايا 5 اكتوبر مع 9 و8 دقائق مشات للستاسيون ديال الكرابينيري، وقالت لهم انه راه خايفه من راجلها يدير ليها يعني يدير لها شي حاجه ديمالي. هانتوما كما تشوفوا الاخوان هنا الاخر ديال هنايا غادي الاخر هنايا هانتوما كما تشوفوا قالت لهم فيفو ان سيتياسيون دي تيرور. قالت لهم انا خايفه وخايفه بزاف، يعني وليت خايفه على راسي انه او باورا كي بوسا فارمي دي مالي. السيده مسكينه كانت عاسه بانه يقدر يأذيها. وفعلا من التعاليق اللي جاوني في القناه عندي بزاف ديال الناس قالك راه السيد بحال ملاطي شويه، راه ديما هاز الموس. الناس تيقولك ما عمرو ما ضربها، ولكن تيقولك بحال ملاطي شويه داك السيد، يعني كان تيشك فيها بزاف، مريض بشي حاجه سميتها الشك، تيشك فيها بزاف لا الجالوزيه الاخوان. المهم المارشال ديال الكرابينيري تيقولك بانها جات عندنا في داك النهار وقالت لك بانه هاد السيد راني تنعرفو من 2008، ما عقلتش على التاريخ بالضبط. المهم راني درت معاه 3 ديال الدراري، الدري الصغير في عمره 4 سنوات والكبير عنده 9 سنوات. المهم تتقول لهم نهار 28 سبتمبر الماضي، يعني 28 الشهر اللي فات، قالت لهم بانه تيقول لي بانني خنته. قالت لهم يعني اتهمني بالخيانه، يعني تخاصمت انا وياه، خرجت من الدار مشات عند شي صاحبتها ريحت عندها. المهم قالت لهم دابا تيتلقى ليا وتيقول لي بانه باغي يصلح العلاقه معايا، ولكن انا راني خايفه. علاش؟ لانه قال لي انا بغيت نضربك للظهر موس، ولاني راني بقاو فيا غير الدراري وتنحيد التفكير في هذا. فعلا قالت لهم انه الدراري ولادها شافوه تيركب شي كاميرا، يعني التليكاميرا ديك صغيره تيمي كاميرا واحد الوحده صغيره يعني ديال التجسس تيركبها لها في واحد التريه. كذلك تتقول انها فاش مشات جات عندها شي صاحبتها تتكلم معاها. المهم قالت لك جا هو من بعد تيقول ليها فاش جا من الخدمه تيقول لها كان عندك شي واحد. تتقول هنا بان هي ما تقدرش دير حتى الحمام، يعني ما تقدرش دير حتى الدوش ديالها في الدار بوحدها في الصباح الا ما كانش هو، ما تقدرش تخرج بالحريه ديالها. قالت لهم بانه يعني هنا تيعطي هنا المارشال تيعطي واحد
يعني تعطي داكشي اللي قالت لهم انا بالنسبه ليا حقاش الطبيب قال لي بانه كاين خطر على الحياه ديالك الا حملتي مره اخرى، اضطريت انني خاصني نحيد هذا الحمل، يعني نوقف الحمل هذا. ولكن هو تيقول بانه مادام انك انت بغيت تحيديه يعني عارفاه ماشي مني. يعني المرض والسيده مريضه وانت تقول لها لا خصك تبقاي شاده التيلاد، شكون غيربي دوك. بالنسبه للايوتو ديال السوشيال، يعني السيده راه يعني دارت واحد الدينوتشا وكل شيء، هو تلقى لها السيد تلقى لها يوميا، تلقى لها جات المدرسه يوميا طلبت المساعده ديال السوشيال اش داروا؟ يعني داروا في لائحه الانتظار، وان ديك الوقت ديال لائحه الانتظار فين غتمشي؟ السيد قالت تيتعرض لها كل نهار كل نهار كل نهار. جاتو يسحب الشكايه، يعني مني ما لقاش اللي غادي يساعدها، سحبت الشكايه ورجعت عنده للدار. يعني قال لها غنتغير هذه. ولكن شتو الاخوان اشنو وقع في الاخر؟ يعني راه كارثه بكل المقاييس. هاد السيد راه مريض، فعلا راه مريض، ولكن ماشي مريض انه مريض بسيكاتريك، ولكن راه مريض خاصو الحبس لانه تعدى على دوك الدراري. كما تشوفوا هنايا ديك ديال السيده ديال تشنترو ديال لا دونا تشنترو دونا قالت لهم انا راني درتها في لا ليستا دي اتيزا. ها هي انا قالت لهم درتها في لا ليستا دي اتيزا. وكذلك راني شفت في واحد الاستجواب داروه في القناه اتري انتينا فينيتو اتري، راه داروا كذلك تتقول لهم، يعني مشاو عند الصحافه قالوا له علاش اللي ما تدخلتوش وساعدتوا هاد السيده. قالت لهم انا درتها في لا ليستا ديال اتيزا لانه ما كاينينش البوست قوات، ومن بعد ما عرفتش اشنو وقع. بالنسبه للكرابينير تيقول لك حنا ما يمكنش نشدوه حقاش غير ميناتشا، يعني ماشي يعني ضربها ولا شي حاجه. وكذلك تيقول لك الجيران راه شهدوا بانه ما عمرو ما ضربها، يعني هادشي اللي جعل اللسان ديال الكرابينير ان السيده ما قالت لهمش ضربني، قالت لهم غير ميناتشا، يعني غير يعني بحال تيهددها، غير التهديد. والتهديد ماشي سبب انك تقدر تشد شي واحد تدخلو للحبس. تقدر غادي تسنى البروكوراتوره، يعني تقدر النيابه العامه تعطيك الابعاد، يعني تقدر تقول ليه انت ما تقربش ليهم، تعطيه غير واحد المسافه تقول لهم ما تقربش ليهم صافي. الله يرحمها مسكينه. واش غنقول لكم الاخوان؟ يعني راه عائله ديالها راه عائله واحد الناس مزيانين بزاف، يعني تيشاهدوا عليهم الناس، راه ما كاينين في كالابريا بزاف، يعني راه كثار عائلتها في الطاليان. كنت طلبت غير المساعده من عند عائلتها راه كانوا يقدروا يساعدوها الاخوان، لانهم واحد الناس معروفين مزيانين صراحه، الناس مزيانين. نمشيو الاخوان نشوفوا شنو تيقول المارشال ديال الكرابينيري، واشنا هو الطلب ديال المحامي ديال الزوج ديالها فيما يخص الزوج ديالها. الاخوان كما تشوفوا قدامكم هنا، يلا كوريري دي سيرا اليوم تكلموا على اليوم في الصباح، يعني داروا لا جورنامنت ديال لا ستاسيوني، تيقول لك بانه الزوج تيبكي بحراره وتيقول بانه راه عنده دي ديموني نيلسوا تيست، عنده جنون في الراس ديالو، وبانهم هما اللي تيقولوا ليه دير لي هذاك الشيء. وتيقول لهم انا دابا تنفكر غير الدراري ديالي، يعني ما تنفكر حتى شي حاجه، عرفت بانني درت لهم واحد ديزاسترو في الحياه ديالهم. كما تشوفوا هنا تيقول لك هنا تيقول اورا لاشا انتندر دي افير دي بروبليمي مينطالي او المينو اي كي فولي فاري كريديري اتوتي. قال لك اما هو تيقول لك اما راه عنده بروبليمي يعني عقليه، ولا باغينا كنا نتيقوا بانه عنده مشاكل عقليه. المشكله الاخوان هي فين تنوصلوا هنايا، فين تنوصلوا هنا الاخوان اسمحوا لي هنا، فين تنوصلوا هنا تيقول لك بانه فاش بدات يعني بداو تيعاودوا تلاقى معاه في شي شيء تزوج بها، سكنوا في كاتنزارو. تيقول لك في كاتنزارو كان تيتبع عند طبيب بسيكياتر، يعني ها انت شوف ايرو اسيستو داونا بسيكاترا، يعني راه كان تيتبع عند شي طبيب ديال الامراض النفسيه. يعني هما هنا تيقول البريمي ديستوربي، يعني المشاكل ديالو فين بدات، راه مشى تبع عند الطبيب النفسي. يعني دابا غادي نرجعوا لذاك الطبيب النفسي ولا تثبت لهم لا تثبت لهم بانه راه كان مريض من ذاك الوقت، عنده شي مشاكل وداك الشيء. ما عرفتش شنو غيديروا معاه، لانه حتى المحامي ديالو الاخوان تيطالب دابا باش يديروا ليه فيزيتا بسيكاتريكا باش يعرفوا السيد واش مريض واش شي حاجه. المهم لحد الساعه اش تقول هنايا الخبر اش تيقول لك بانهم دايرينو في ناسيلا ايزولامنت، يعني دايرينو في سجن انفرادي. وكذلك الاخوان هنا تيقول لك راهم عطاوه لي كالمو، يعني عطاوه الادويه ديال لي كالم، يعني
اما هو مريض، اما باغي يوهم الناس بانه مريض. يعني هذه هي كما تعرفوا الاخوان، فاش توقع شي حاجه يعني جميع ربما يكون مريض، الله اعلم الاخوان ما غادي نقول والو، ولكن كما تنعرفوا جميع فين ما كانت تتوقع شي جريمه تيقول لك وراه داك اللي دارها راه مريض نفسي. يعني غالبا هذه هي الطريق الاولى اللي تيتبعوا، هي ديال راه مرض نفسي. فيما يخص الابناء ديالهم الاخوان، هذا كما تشوفوا في الصوره هنا، يعني صوروه من الصحفيين تابعين هذا السيد هذا اللي غادي بهذا الدري، واحد من الابناء ديال هاد لاكوبيا، يعني غادي بيه بعدهم. العمام ديالو والعائله ديالها والعائله ديالها الاخوان راهم دابا دايرين دعوه باش غادي يعني خصهم ياخذوا الدراري لافيدامينتو ديال الدراري، يعني راه ضروري هنا راه خاص تتوافق لهم المحكمه باش ياخذوا الدراري عاش يقدروا ياخذوهم. يعني تيلاحظوا يعني تيحققوا بزاف باش غادي يعطيوهم هذوك الدراري مشكله محكمه، وخاصهم يشوفوهم من ريديتو ويبداو يقولوا لهم خاصهم يديروا اطباء نفسيين يعني راه مشاكل الاخوان صراحه. يعني رون الحياه ديال هذوك الدراري، تنتمناو ان شاء الله الله يصبرهم والله يعوض على العائله ديالها الاخوان. بالنسبه للريجستراسيون ديال يعني اللي سجلوا الرجال ديال الامن، تيقول لكم ملي اتصل بهم سجلوا هذيك الكياماطه ديالهم. من تنشكروا هذاك السيد اللي تكلم معاه فاش يلاه يعني ديال التشينترو ديال المكالمات ديال الطوارئ، يعني بقى معاه يعني بقى شادو في التليفون 7 دقائق ونص بلا ما جاو البوليس شدوه. ان تيقول لك بانه راه كان كالم وماشي شي حاجه، اتصل به في الاول ما بغاش يهضر. هنا تيقول لك يعني بقى شادو هنا التليفونات اش تقول. انا تيقول فاش عيط قال لهم انا راني يعني نهيت الحياه ديال مرتي، راني تخاصمت معاها وراني ضربتها بموس. قال لك المهم وقالوا لي فين هما الدراري، قال لهم راهم ناعسين. وكما تشوفوا هنا تيقول لهم بانني انا راني باغي نقتل راسي. عاوتاني قال لك بقينا معاه شحال، لا وما خاصكش دير هادي، غير بقى كالم وكلشي غادي يدوز بخير. تنشوفوا الدراري وهادي سولوا على الادريسه فين ساكن، سولوا على السلاح فين درتيه باش درتي هادي، قال لهم راه خليته في الكاميرا ديال الليط، يعني عاود ليهم كل شيء. قال لكم كان كالم الا انه قال لهم واحد الوقت انا راه بغيت نقتل راسي. قال لك حاولوا باش يشدوا معاه الخط بلا ما جاو رجال الامن وفعلا لقاو داكشي اللي تقال في الكياماطه هو اللي كاين. الى هنا الاخوان ما بقى ما يتقال. الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها ان شاء الله، ودوك الدراري الله يصبرهم وعائلتها الله يصبرهم. تعازي ديالنا الاخوان. واش غنقول لكم ما شاء الله وصافي. الى هنا الفيديو ديالنا سهله، نتلاقاو في فيديو اخر وشكرا.